بشوية مية ودقيق بس هنعمل أحلى بيتزا أكلتوها في حياتكم. بيتزا طرية وهشة جدا كمان. الفيديو مليء بالأسرار والتركات للبيتزا عشان تنجح معاكي بالشكل ده. من فضلكم ما نجريش أي خطوة أو دقيقة أو ثانية من الفيديو عشان كل خطوة مهمة جدا في الفيديو. يلا بينا على الطريق على طول. هحتاج 600 جرام من الدقيق بس هستعمل 500 وهخلي ال 100 جرام على جنب. تمام جدا، دي اللي هستخدمه متعدد الاستخدام او دقيق معجنات. هحتاج 350 جرام من المية عليهم معلقة صغيرة سكر وباكت خميرة من الفورية. تمام جدا، هقلبهم مع بعض بالشكل ده وهركنهم شوية. عندي دقيق ده 500 جرام وقلنا هنشيل 100 جرام. هنضيف المواد الجافة نص معلقة من الملح صغيرة، معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة بصل باودر مع توم باودر. تمام جدا، هقلب المكونات الجافة مع بعض. لو مش متوفر زعتر او توم باودر او بصل باودر عادي مش هتقول لا. هحتاج كمان معلقتين كبار من الزيت، المعلقة الكبيرة اللي بناكل بيها عادي. تمام جدا. لو انتوا مش متوفر عندكم الجرامات هقول لكم المقادير في صندوق الوصف بالكوبايه. هنا حطيت المواد السائله بقى وهنقلب المكونات كلها مع بعض لحد ما تصبح معايا عجينه بالشكل ده. تمام جدا، قلنا هناخد 500 جرام وهنشيل 100 جرام من الدقيق. انا حطيت باقي المكونات السائله. هقلب لحد ما المكونات تختفي تماما. زي ما احنا شايفين عجينة ملزقة، انا عايزة اوصل للمرحلة دي. تمام جدا، هناخد بقى ال100 جرام اللي احنا شلناهم هنخدم بيهم العجينة كويس جدا. العجينة معايا يا جماعة ملزقة جدا، شايفين ايديا عاملة ازاي والطبق شكله عامل ازاي. انا عايزة اوصل للمرحلة دي. تمام جدا، هبدأ بقى أدمج العجينة بالدقيق بالشكل ده. هعمل الخطوة دي في قد ايه؟ هعملها في 10 دقايق. هخلص كمية الدقيق كلها على العجينة بالشكل ده وبالطريقة دي. مهمة جدا يا جماعة، دي بتخلي العجينة طرية وهشة جدا معاك. يعني لو وريتكم شكلها ايه من جوه بجد مش هتصدقوا ان دي بشوية مية وزيت بس. تمام جدا، هفضل اعمل الخطوة دي حوالي 10 دقايق لحد ما اخلص كمية الدقيق. هتكون معايا عجينة متجانسة وناعمة جدا زي ما احنا شايفين. انا وصلت للمرحلة اللي انا عايزاها، عجينة مظبوطة ومش بتلزق. تمام جدا، دهنت الطبق فيه معلقة من الزيت وهغطيها بالاسترتش وبفوطة وهسيبها قد ايه؟ هسيبها تخمر لحد ما تضاعف حجمها بالشكل ده. وخلي بالكم ان في الشتاء العجين بياخد وقت عن الصيف. يعني احنا لو في الصيف مش هنحط كمية الخميرة دي، هنحط نصها. تمام جدا، العجينة عندي هتعمل 3 بيتزات حجم المتوسط. همسك الكورة وادمجها بالشكل ده ولازم ارشها طبعا على دقيق، ولو لقيتها ملزقة معايا هضيف دقيق. تمام جدا، انا وهنا بضيف ايديا دقيق قبل ما بعمل الخطوة دي وبعدين بكورها واشيلها كده. هسيبها لحد تاني ما يتضاعف حجمها حوالي ربع ساعة. خلي بالكم الجو بيبقى برد بتغيب شوية. هبدأ افردها بالشكل ده. شوفوا بتتفرد ازاي. لو لقيتها مش بتتفرد معايا تبقى كده محتاجة تاخد وقت تاني. يعني لو لقيتوها بتلم معاكوا تاني لا، يبقى نسيبها شوية كمان حوالي 4 أو 5 دقايق هنلاقيها بتتفرد معانا تاني بسهولة جدا.
عاوزة افكركم ان احنا طول ما احنا بنفرد العجينة معانا لازم ارفعها كده وافرد دي من تحتها عشان خاطر ما تلزقش معايا. يعني طول ما انا بفرد وارفع ايدي على طول. هنا الحجم اللي انا محتاجاه، الصينية لازم عندي تكون اصغر من حجم البيتزا. يعني انا فردت البيتزا كده، عايزة سنتي لما احط الصينية فوقيها يبقى باين. ليه؟ عشان هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. هفرد البيتزا في الصينيه، هنحطها بالشكل ده اهي. ليه قلت لكم اللي انا عايزاها اكبر؟ عشان اعمل ليها قاعده زي التشيز كيك كده بالظبط، زي ما بنشتريها من بره. يعني هنعمل الشكل اللي احنا بنشتريه من بره. بنرفع قاعده طرف البيتزا على الصينيه بالشكل ده. هنا الخطوة دي اختيارية، أنا استخدمت زيت عشان ألمع الأطراف بتاعة البيتزا. انتوا ممكن تستعملوا زيت أو مية عادي. تمام جدا. دلوقتي عندي صوص البيتزا، طبعا أنا كنت عملته معاكم في القناة قبل كده، هسيب لكم رابط الفيديو في علامة الآي فوق أو في صندوق الوصف. صوص البيتزا الإيطالي، طبعا عشان نعمل بيتزا صح لازم يبقى ليها صوص صح. طيب احنا لو مش متوفر عندنا صوص البيتزا ومحتاجين نعمل بيتزا سريعة نعمل ايه؟ هناخد شوية صلصة متصلصة بدون اي حاجة بزيت بس، وبحط عليها فصين توم وتوم باودر وبصل باودر وشوية زعتر وملح، مش اكتر ولا اقل. هنا هضيف شوية الموتزاريلا، دي موتزاريلا صيامي. بحب احط شوية الاول قبل التوبنج. عندي فلفل اخضر، انا هعملها بالخضروات، انتوا حابين تعملها تونة جمبري اي حاجة تحبوها. انا عملتها بالخضار بس عشان تبقى سهل على كل الناس. تمام جدا. قطعت فلفل الوان وفلفل اخضر وزيتون اسود وزيتون اخضر. طبعا الحشوة بتبقى على حسب الرغبة، يعني انتوا بتحبوا ايه ما بتحبوش ايه، اللي بتحبوه حطوه عادي. تمام جدا. هنا هبدأ أضيف الجزء الباقي بتاع الموتزاريلا بتاعي اللي على الوش. هنحط كمية كتيرة، بس للأسف التصوير هنا ما جابش الجزء كله، لكن عادي. انا هقول لكم انا استخدمت قد ايه موتزاريلا في الصينيه دي. استخدمت حوالي من 350 جرام ل 400 جرام. الحجم الموتزاريلا على حسب رغبتكم، بتحبوها قد ايه عادي، مش هتقول لا. لكن لو انتوا عايزينها زي ما انا عملتها كده بتاخد حوالي من 350 ل 400 جرام. هنخبزها على درجه حراره قد ايه؟ هنخبزها على درجه حراره 240، بتاخد حوالي 12 دقيقه بالظبط بالشكل ده. هحطها على الرف اللي هو تحت الاوسط. ما بشغلش من فوق خالص غير اخر دقيقة او دقيقتين لحد ما تديني اللون ده. نحاول ما نحمرش وش الجبنة قوي، هي كده تسويتها مظبوطة جدا وصح جدا زي ما احنا شايفين قطعناها. عايزة اقول لكم بجد نفسي اوريكم، يعني الكاميرا مش موضحة شكلها من جوه عامل ازاي، حقيقي هشة جدا جدا وطرية بشكل غير معقول بصراحة. شايفين اللون الاحمر كمان من تحت ازاي؟ تحفه جدا بجد، بتبقى مديه قرمشه حلوه جدا. ليه؟ عشان دهنا الصينيه بدقيق السومونينا، نسيت اقول لكم في الفيديو. ضروري ندهن برشه من دقيق السومونينا، حقيقي هايله جدا وخطيره جدا. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك بالقناه واللايك للفيديو عشان يوصل للكل، واشوفكم على خير.